السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة توب تيم، أهلا بكم معانا النهاردة في خبر جديد على الماشي. وهنقول تعليق محمد صلاح على تمزيق صورة مرتضى منصور بالأمس في مقر النادي، وتصريحات محمد صلاح بعد مباراة منتخب مصر وتونس. والسلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي. لا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وحصري في عالم كرة القدم. نبدأ في تفاصيل خبر اليوم. تعليق محمد صلاح على تمزيق صورة مرتضى منصور بالأمس في مقر النادي. كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي اتحاد جدة السعودي يرفض التخلي عن ضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إذ ينتظر أن يعود النادي بعرض جديد في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل. وأشارت صحيفة ميرور إلى نادي اتحاد جدة يرفض التخلي عن محمد صلاح، مشيرا إلى أن منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ظل النتائج التي يحققها الفريق بالمسابقة حتى الآن. وأضاف التقرير أن النادي السعودي سينتظر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير المقبل ويعود من أجل أن يكون واضحا ما إذا كان الفريق لا يزال مستمرا في السباق على الدوري من عدمه. وفشل نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد تقديم عرض خيالي بحسب التقارير الصحفية التي وصلت إلى 215 مليون جنيه استرليني، وذلك في ظل الريدز. وبكده يكون الخبر بتاعنا النهارده انتهى، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري، وكمان اعمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. كنتم مع توب تيم وخبر على الماشي.